السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لمسة كاربيو. اليوم الموضوع ديالنا هو التصبغات الجلدية، ما يعرف بالكلف. في هذه الحالة غادي نعرفوا انواع ديال الكلف والطرق ديال العلاج ديالو. كيف كتعرفوا ان الكلف هو تصبغ جلدي كيظهر لنا على الجلد ديالنا، كيكون على شكل بقع بنيه او رماديه داكنه على الوجه، خاصه في المناطق المعرضه للشمس بحال الجبهه، الخدين، الانف والشفاه، وكينتشر اغلبيه بين النساء وكيصيب كذلك الرجال، ولكن بنسبه كبيره كيصيب النساء خصوصا اثناء فتره الحمل واثناء استخدام حبوب منع الحمل. وايضا كيظهر عندنا الا كان عندنا خلل هرموني او كنتعرضوا للشمس بواحد الطريقه اللي مبالغ فيها. اليوم في هذا الفيديو غنتعرفوا على انواع الكلف والطرق ديال العلاج ديالو. تابعوا الفيديو الى الاخر. بالنسبه للصوره اللي كتظهر في الجانب فهذا كيبين لنا ان هنا الكلف سطحي، اي ما يسمى بإبيديرمال ميلاسما. التصبغ موجود في الطبقه العليا من الجلد وكيظهر بواحد اللون بني فاتح، والحدود ديالو كتكون واضحه، وهذا النوع هذا كيكون سهل في العلاج وما كياخدش وقت بزاف، بشريطه ان الانسان يلتزم بالروتين. بالنسبه للحلول ديالو فهنا ماسكات طبيعيه بحال عصير الليمون مع العسل، الشريطه ان ما يكونش البشره حساسه. كنستعملوا كذلك جل الالوفيرا الطبيعي، كيتستخدم بشكل يومي بعد ما كنغسلوا الوجه ديالنا بصابون الكركم او النيله الزرقاء، او كنستعملوا الكركم مع الزبادي اي ياغورت طبيعي، او كنطبقوا الفيتامين سي مع ماء الورد على البشره ديالنا بشكل يومي ولكن بمقدار محدد. ومع هاد الاستخدامات كلها ديال الماسكات الطبيعيه ضروري نستخدم واقي شمسي يوميا للحمايه. بالنسبه للصوره الثانيه كيظهر لنا بقع سوداء داكنه، وهذا ما يسمى بديرمال ميلاسما اي الكلف العميق. هذا التصبغ كيكون عميق بزاف وكيكون في الاديمه اي الطبقه العميقه من الجلد، وكيكون ديالو رمادي الى ازرق مائل للبني، وكيكون الحدود ديالو واضحه لواحد الشكل بارز. اصعب انواع الكلف هو اللي كيكون كلف عميق وكيكون عنده واحد الوقت طويل للعلاج ولكن كيتعالج. اليكي الحل الامثل، كنستخدموا زيت اللوز الحلو او زيت بذور العنب بانتظام، عشبة العرقسوس موضع بمقدار ما يتجاوزش ملعقه واحده، زائد الاهتمام بالتوازن الهرموني طبيعيا. اش المقصود بالاهتمام بالتوازن الهرموني الطبيعي؟ اي كنعالجو ماشي كنعالجو غير البشره خارجيا وانما كنعالجو حتى الداخلي. باش نعالجو الجسم ديالنا من الداخل كيخصنا نستعملوا فيتامينات ومغذيات طبيعيه بحال البرتقال، الكيوي، الفلفل الاحمر، اللوز، افوكا، بذور نوار الشمس، المكسرات، الحمص، العدس، البيض، بذور الكتان، الجوز، زيت السمك، وذلك لاحتوائهم على فيتامين او والسي والزنك واوميغا 3. بالنسبة للصورة اللي في الجانب فهذا كما يسمى بميكسد ميلاسما أي الكلف المختلط، وهو كيكون عبارة عن مزيج من التصبغات السطحية والعميقة اللي كتكون أغلبية عند الناس، وكيكون اللون ديالها متعدد، يقدر يكون بني، رمادي، مائل إلى السواد، وكيحتاج العلاج طويل ومتنوع مع الاستمرارية. أول حاجة العلاج الموضعي، نقدروا نستعملوا ماسك الكركم والزبادي والعسل مرتين أسبوعيا لتفتيح اللون ديال البشرة. كذلك نقدروا نستعملوا زيت اللوز الحلو أو زيت الورد، كندهنوا بهم يوميا قبل النوم لتغذية البشرة. كذلك كنستعملوا ماء الورد أو منقوع الشاي الأخضر كتونر صباحي باش نهدئوا الهيجان ديال البشرة. بالنسبه للعلاج الداخلي فكنحتاجو ندخلوا للذات ديالنا فيتامينات ومغذيات طبيعيه اللي كتشمل البرتقال، الكيوي، الفلفل الاحمر، اللوز، افوكادو، بذور نوار الشمس، المكسرات، الحمص، العدس، البيض، بذور الكتان، الجوز، السمك، وذلك لاحتوائهم على فيتامين او والسي، الزنك واوميغا 3.
واكيد باش تعطينا نتيجه مثاليه كيخصنا نتجنبوا الشمس ونستعملوا واقي شمسي على حسب النوع ديال البشره ديالنا، وما نستخدموش خلطات قويه والتقشير المفرط اللي يدير لنا الحساسيه للجلد ديالنا. وما تنسوش البنات، الاستمراريه والصبر هي مفتاح النجاح لكل علاج.